حين التقيتك عاد قلبي نابضا وجرى هواك صباح الخير. نحن أحياء وللحلم بقية. عليك أن تتركها للقدر هذه المرة، ولتعلم أنه لو كان مقدرا لك شيء فسوف يكون، حتى وإن كانت المسافة تبعد ما بين الشرق والغرب. ليس لك إلا السعي، افعل ذلك واطمئن. لو بسألك سؤال أقول لك جاوب بسرعة. طيب كم عدد الأصابع في اليدين؟ 10. طيب في 10 أيادي 100. أحسنت. إجابة خطأ. ليه؟ 10 أيادي 50 صح؟ ليش قلت 100؟ العقل إذا دخل في تجربة فإنه يبني على آخر نتيجة. آخر نتيجة كم؟ 10. طيب 10 في 10 خلاص ارمي، لا تفكر.
يقول الرزق، الأولاد، المال، الصحة، أشياء كثيرة. هل قسم الله الرزق بين الناس فكل إنسان أخذ نصيبه مختلف عن الآخر، واحد أخذ مال وأولاد، واحد أخذ صحة وزوجة صالحة، والكفار العصاة كذلك؟ مع الدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لأنه يسب الله ويكفر به ويرزقه سبحانه وتعالى. فالدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، فلذلك الله يعطيها من يحب ومن لا يحب. من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أبدا. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكن الآخرة لا يعطيها إلا من يحب سبحانه. فلا تهتم إذا هذا كان غنيا وهو كافر، أو كان عنده أولاد وهو كافر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي عنده أولاد وعنده أموال لا قيمة لها. فالأمر في هذا أن الإنسان يرضى بما قسم الله له، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. هو عايز يقول لي او هي عايزه تقول لي ان الشجر حن علينا زي حنو الامهات المرضعه، يشبه حنان الشجر بحنان المرضعه.